واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ عباشركم مبروكه؟ فخرج مع الطلا سمحوا لي. هاد الفيديو كنت مصورها البنات قبل من رمضان. بعض من المشتريات ما شاركتش كلشي لانه كل نهار كنتقدى شويه، ويلا البنات حطيته لكم. كان عندي واحد المشكل في المونتاج، المهم عاد حطيته. كما شفتوا البنات كنت تقديت المهم شي حاجه ديال المعيات الخاصه، يعني هاد الطباصلات الكبار. خديت منهم واحد. خديت هكايا الكاشير. خديت لي باط كنور ديال الزعفران اللي ما كيخطى حتى شي وحده في دارها، اللي ضروري منه صراحه البنات كيلذذ. كل نهار البنات كنجيب شويه كيف ما قلت لكم، كل نهار كنتقدى شويه. ما صورتش صراحه كل شيء. المهم البنات خديت هاد الزليف سامبل في الابيض. عندي شي وحدين، يعني كل ماركه بقات لي منها غير وحده، يعني مفارجين وما راكم عارفين. المهم احنا ضروري في رمضان كتشري الباروك وصافي. المهم خديت هنايا هاد الزليف البيضين كيف ما قلت لكم سامبل، خديت منهم 6. وخديت البنات هاد الكيسان ديال العصير، جايين حتى هما سامبل وطوالين. الصراحه كيجيو في الشربات ديالهم زوينين. عندي الكيسان اللي بالكاس ديالهم الكبير. فكان حنا ما قلت لا داعي انني جبت هادو الكبارين، من الاحسن هادو. كما شفتوا البنات الديكور ديالهم كيفاش كيجي، حتى هي باكيه فيها 6. فيها 6 ديال الكيسان. وخديت البنات الكاس فاش غادي ندير العصير. ما بغيتش عندي ديال الزاج الصراحه كيعكزني البنات، يعني كبير وثقيل. قلت من الاحسن هذا غير صغيور كيهز لي القياس ديال العصير. خديت هاد الطبيصلات هادو صغيورين حتى هما كيحمقونا عفوا كيحمقونا البنات. الطباصل الصغارين هكا التمر بزاف ديال الحويجات لاصوص. وخديتهم البنات هادو غير ميكا، هكا نحط فيهم لولدي عاملين. وحتى هذاك ديال العصير راه تا هو غير بلاستيك. دزت البنات هنا باش نصايب واحد البسبوسه، بعد ما طبيعه الحال جمعت ديك الروينه وغسلت هذيك الماعن اللي جبت حطيتهم يسقطروا صافي. البنات دزت باش نصايب واحد الكيكه بالليمون وخيزو. عندي هنايا قشره ديال الليمون كما شفتوا، 2 خمارات فانيلا، 3 البيضات، كاس سنيده، كاس ديال الليمون وكاس ديال الماء وخيزو. حكيت واحد 2 خيزويات غسلتهم ونقيتهم وحكيتهم في الحكاكه رقيقه. الا كانت خيزو كبيره تحكوا غير وحده، المهم على حسب القياس ديالكم نتوما اللي بغيتو. وغادي نزيد الكاسات زيت بطبيعه الحال من بعد. وهاد الكيكه البنات تقدروا تخلطوها بالدقيق اولا بالسميده. انا بصراحه كنت بغيت نديرها بالسميده وما لقيتش عندي السميده كافيه، ما غاديش تجمع لي الخليط كامل، فدرتها بالدقيق. من الاحسن الا بغيتو ديروها بالسميده راه كتجي خطيره البنات. والمذاق ديال الخيزو راه كيتواسع مع الليمون. المهم البنات خديت 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه. وغادي نطربهم مزيان مع بعضياتهم حتى كتذوب ليا ديك السنيده. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم. بالنسبه للماء راه الماء عادي من الروبيني، ما سخونش البنات، يعني عادي الماء عادي. وكيف ما شفتوا راه ضروري الزيت نسقط راه حتى حاجه ما تضيع. غادي نزيد هنا الكاس اللي عندي ديال الماء والكاس ديال الليمون، القشره ديال الليمونه، هذيك الليمونه اللي عصرتها حكيت القشره ديالها غير ما توصلش للقشره البيضاء باش ما تعطيكمش مروره. وهنا زدت هاد الخيزو اللي حكيته صافي البنات. هنا غنبدا نعبر معكم الطحين بالكاس باش نعطيكم العبار. والسميده راه كتشرب، يعني السميده غادي ديروها 2 ديال الكيسان وتحبسوا تشوفوا صراحه حتى بالدقيق كتجي زوينه. المهم لكم الاختيار. هذا الفيديو البنات كيف ما قلت لكم صورته تقريبا كان نهار قبل من رمضان. هذا الكاس الثاني. اغلبيه لي فيديو البنات مصوره ما كنحاطش، كنشارك معكم بعض المرات غير ستوريات، لانه في الصراحه كنكون عارفين كيبغيو نشيطوا وقت العباده الصلاه بزاف ديال الحويجات. فما كذبش عليكم ما قدرتش البنات نصور اغلبيه ديال الحوايج، كنشاركهم معكم كيف ما قلت لكم ستوريات وصافي. وما كنقدرش يعني كلها
كلها كيفطر باللي قدر ليه الله. ما كنحملش صراحه نشارك الاغلبيه الطبله ولا نصورها نحطها. المهم ما قدرتش البنات. راكم عارفين هاد الازمه اللي كاينه، وكاين اللي الله يحسن العوان اللي ما لاقيش حتى النص من داكشي اللي عند الاخر، يعني الله يحسن العوان للجميع. المهم البنات ما قدرتش نصور صافي هادشي اللي كاين. المهم خديت هنايا 3 ديال الكيسان ونص اللي خضر ليا الخليط وجوج خمارات. بالنسبه للسميده كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا جوج ونص ديال الكيسان ديال السميده، حيت السميده كتشرب. وزدت واحد القطيره ديال الخل. صافي البنات كان هذا هو الخليط ديال الكيك. دهنت المول بالزبده، رشيته بشويه ديال الطحين، وغادي نفرغ فيه الخليط ديالي كيف ما شفتوا. كتجي البنات خطيره ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. صافي غادي نديرها البنات في الفران طيب، وغادي ندوز باش نوجد معكم السيرو باش غنسقيها. خديت هنا نص كاس ديال الليمون، نص كاس ديال الماء، يعني نفس القياس ديال الليمون قياسو ديال الماء. غادي نديرهم البنات هنا في هذه الكاسرونه، وغادي ندير القياس ديال السنيده الحلاوه حسب الذوق، يعني شوفوا نتوما الحلاوه اللي كتبغيو على القياس اللي كتبغيو. هنا انايا درت 2 ديال المعالق كبار في هذاك الكاس، نص كاس ديال الليمون ونص كاس ديال الماء. صافي البنات غادي نخلطها كما شفتوا واحد شويه، غير دوب يديك سنيده، لانه ما كنبغيش نجرح هاد الكاسرونات بالطراب ولا شي حاجه، من الاحسن غير اليود. غادي نخليها البنات حتى يغلي، ويعني الماء ما كيبقاش، كيبقى ليا غير داك الليمون. غادي نصفيه حيت انا يعني عصرتها خليتها كما شفتوا بدوك هذا اللب ديال الليمون الدخلاني، باش هكا كتعطيني المذاق اكثر. كما شفتوا راه بدات كتعسل يعني ولات ثقيله. غادي نصفيها البنات وغادي نخلي هاد السيرو في الثلاجه يبرد. وكنت البنات مشيت غسلت دربيله ديال المعن ونسيت الكيك في الثلاجه في الفران. كانت تحمر ليا واحد شويه فوق من القياس، ولكن ما تحرقش. المهم جا محمر واحد شويه، ما رديتوش صراحه، كان واحد الجنب باقي واحد شويه. من الاحسن تكون غير ذهبيه. هنا كنت تقبتها بديت كنتقب فيها بالفرشيط، من الاحسن تبقى في هذا اللون الذهبي. المهم انا جات تحمرت واحد شويه ماشي مشكل. غادي نقلبها، وإلا بغيتو تسقيوها في المول من الاحسن، من الاحسن انها تسقى في المول وتقطع في المول، كتبقى زوينه وكتشرب في خاطرها. صافي البنات هنا غادي نسقيها بهذا الكاس ديال الليمون كما شفتوا، اولا السيرو اللي وجدناه. ثقبتها مزيان البنات بالفرشيط اولا بالكيغدو ولا باش ما بغيتو. هنا بديت كنستعمل المعلقه حيت الا سقيتوها في المول كتسقى كامله، اما انا حطيتها هنايا كيهبط ليا الليمون من الجناب. استعملتها كالمعلقه باش ندخل فيها السقوه ديالها مزيان. صافي البنات التزيين كيبقى اختياري. انا هنا خديت غير الكفيشه ديال المشماش دهنتو بها ديال الفريز عفوا دهنتو بها، وغادي نزوقها بالكوك. ما نعاودش لكم البنات الريحه ديالها كيفاش دايره، الريحه ديال الخز والليمون والكوك. انا كنحماق على هاد المذاقات ملي كيتواتاو. كتجي البنات زوينه لذيذه هكا للسحور، توجدوها في الفطور اي حاجه. كيف ما قلت لكم تقدروا تذوقوها بالشوكولاته، تخليوها بحال هكاك، تخلي يعني تحكوا فيها غير قشره ديال الليمون. تقدروا تصاوبوا فلو وديروه من فوق منها. المهم كيبقى لكم التزيين اختياري. هنا انا ما خليتهاش تشرب باش نسالي معكم الفيديو، يعني قلت من احسن نقطعها معكم تشوفوها، راه مازال خاصها تجي تشرب وتبرد مزيان باش كتبقى كتجي البنات هشيشه ولذيذه كتذوب في الفم. كيف ما شفتوا راه باقي الفار طالع منها مازال ما شرباتش. قلت نشارك معكم هذا المورسو، شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي شاربه، كيجي داك المذاق ديال الخيزو ديالها خطيره البنات. كيف ما شفتوا راها رطبه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومنتار كيفاش جاتكم. هنا البنات كيوصل الفيديو للنهايه ديالو، نخليكم ان شاء الله على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.